السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل عيش التوست بطريقه ناجحه ومضمونه وسهله واقتصاديه كمان. بس تعالي شوف التوست بتاعنا وجماله تحفه، حاجه كده رائعه. التوست بتاعنا هش واسفنجي وكمان طري جدا. شايفه التوست وجماله؟ اللهم صل على النبي. يلا بينا اذكروا الله وصلوا على الحبيب وتعالوا نشوف الطريقه مع بعض. معايا بوله وهنزل فيها بكوبايه من اللبن الدافي، وعليهم 2 معلقه كبيره مليانه من السكر، ومعلقه كبيره مليانه من الخميره الفوريه. هقلب الكل مع بعضه كويس بالشكل ده. بعد كده هننزل ببيضة حجم متوسط. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة مليانة من الخل، وعليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب الكل بقى مع بعضه كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بنص كيلو من الدقيق. استخدمت الدقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا نص كوباية من المية الدافية هضيف منها للعجين بتاعنا بالتدريج. وزي ما احنا عارفين ان انواع الدقيق بتختلف عن بعضها في احتياجها للمية، علشان كده لازم نضيف شوية بشوية. ولما الدقيق بتاعنا يختفي تماما هتنزلي بالعجينة على الرخامة وتعجني فيها كويس جدا. عايزين العجينة تكون طرية مش قاسية، علشان كده انا بضيف شوية من المية. عايزة العجينة تكون طرية معايا، والعجن بيكون بالشكل ده. ولما تتكون العجينة معايا شايفة كده انا حاسة ان هي جامدة شوية، فهضيف كمان شوية مية لأني عايزاها طرية إلى حد ما. خلي بالك أنا عايزة العجينة تكون طرية ولينة وفي نفس الوقت مش سايحة معانا، تكون متماسكة كده وماسكة نفسها. افردي العجين معاكي ولميه واعجنيه كويس جدا، وشيلي واخبطي العجينة في الرخامة، وهو ده اللي هينجح العجين معاكي. هتلاقي كل الفتافيت بتاعة العجين اتلمت معاكي بالشكل ده، وايديكي كمان نضفت من العجين، وتكون معاكي عجينة ناجحة وممتازة. انا عجنت فيها لمدة 10 دقايق. انا كان ممكن اعجنها بالعجان، بس انا فضلت اعجنها بايدي علشان الناس اللي ما عندهاش عجان. بعد كده هنضيف مكعبين من الزبدة، ولازم يكونوا بدرجة حرارة المكان، يعني لما اضغط عليهم كده يتفردوا معايا بالشكل ده. المكعبين دول وزنهم بالضبط 50 جرام. عايزاكي بقى تركزي مع شكل العجينة بعد ما ضفنا الزبدة ليها. هتحسي ان العجينة بتسيح منك وبتتقطع بسهولة، وكمان زي ما انت شايفة شكلها على الرخامة بيكون بالشكل ده. انا هنا مش هفصل الكاميرا وهسيب المقطع للآخر علشان تشوفي العجينة هتلم معايا ازاي. اعجني فيها وما تيأسيش، هي هتلم معاكي بسهولة جدا، والمكان هينضف معاكي بالشكل ده. انت بس لمي وافردي فيها لحد ما تتكون معاكي عجينة طرية وناجحة بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا. معلش بقى انا بحاول اني اجر المقطع علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. وخلاص كده اتكونت معانا عجينة طرية ولينة وبتمط بالشكل ده. هكورها كويس كده واحطها في البولة، وهدهن الوش من فوق بالزيت. انا غطيتها بالبلاستيك راب وكمان بفوطة، وحطيتها في مكان يكون دافي علشان تخمر، وهتاخد معاكي من نص ساعة لساعة، وده بيكون حسب درجة حرارة المكان. بعد كده هرش رشة خفيفة جدا من الدقيق، وهاخد العجينة بتاعتي واكورها بالشكل ده، والجزء المتساوي بيكون لتحت على الدقيق. انا ما عنديش قوالب للتوست، بس بعمله في قوالب الكيك وبيبقى ممتاز. وممكن تعمليه في قوالب الكيك الفويل اللي بتتباع عند العطار لو ما عندكيش قوالب كيك من دي. هنفرد العجين بتاعنا على شكل مستطيل، بحيث يكون عرض المستطيل هو تقريبا نفس مقاس القالب بتاعنا. طيب اعرف ازاي؟ انا بحط القالب بالشكل ده على العجين، وبحدد انا هعمل العرض قد ايه بالضبط. والقالب طبعا لازم يكون مدهون بالزبدة. بعد كده هنلف العجين بتاعنا على شكل رول، وركزي هنا كويس، مش عايزة اي فراغات في العجين من جوه. انا بضغط ضغط خفيف، بلف العجين رول وبضغط ضغط خفيف، بخرج اي هوا موجود فيه بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا. وبعد ما نلف العجين بتاعنا رول بلفه لفتين كده على الرخامة علشان اتأكد ان اتخلصت من اي هوا موجود فيه من جوه بالشكل ده. بعد ما نلف رول العجين بتاعنا كويس جدا بالشكل ده، لازم اقفله من تحت كده. اضغط العجين مع بعضه واقفله كويس جدا. حلو قوي كده.
واشيل بقى الرول بتاعي زي ما انت شايفة كده واحطه في قلب القالب واسويه كويس واضغط عليه ضغط خفيف علشان بس ياخد شكل القالب معايا. بعد كده غطيه بفوطة وسيبيه يخمر على راحته، هياخد من نص ساعة لساعة، وده بيكون حسب درجة حرارة المكان. ما شاء الله اختمر معايا وبقى ممتاز. حطيته في صينية ألمونيوم وهخبزه في الفرن الغاز. هتسخني الفرن لمدة 5 دقايق قبل ما تحطي العجين، وبعد كده هنحط العجين بتاعنا في الفرن وعلى نار هادية جدا من فوق ومن تحت كمان، وهتقفلي الفرن. وكل 5 دقايق كنت بفتح الفرن وألف القالب علشان عايزاه ياخد لون متساوي من جميع الجوانب. وهي يدوبك نص ساعة وطلع معانا القمر ده مكعب من الزبدة، وأدهن الوش وهو لسه سخن لسه طالع من الفرن فورا. مكعب من الزبدة هيسيح على طول على الوش كده بالشكل ده. خلاص هشيله من القالب. ما ينفعش ان اسيبه يبرد في قلب القالب، لازم اطلعه بالشكل ده وادهنه بالزبدة وبعد كده اغطيه وهو لسه سخن. يفضل طبعا ان احنا نلفه بفوطة بالشكل ده، وكمان نحطه في كيس علشان يبقى طري معانا جدا، ونركنه على جنب لحد ما يبرد تماما. ولما يبرد تماما هنطلعه بالشكل ده. بقولك شايفة الكيس فيه بخار مية مبلول شوية، علشان كده انا بلفه في فوطة الاول. تقدري تلفي التوست بتاعك في كيس وتشيليه في الفريزر وتطلعيه في اي وقت. تعالوا بقى نقطع التوست بتاعنا ونشوف جماله. تحفة يا جماعة، طعمه رائع جدا وريحته خطيرة خطيرة، وشايفة طري معايا وهش واسفنجي ما شاء الله. العيش بتاعنا مع النوتيلا وكمان الجبنة الكيري او القشطة والمربى خطير خطير، لازم تجربوه يا جماعة، تحفة. يا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا لايك للفيديو وتعليق حلو زيكم كمان، واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.